دقائق ان شاء الله نبدي. بدي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف اليوم بالبطل المحترف ابراهيم القلاف، يعني بطل لاسمه في الساحه البحرينيه. اهلا وسهلا كابتن. هلا بيك. طبعا كابتن، اول شيء الحين بدي كبدايات، كل لاعب له بدايات. نبغى نعرف اول شيء نبدي في البدايات من بديت في المشوار مال الحديد. اوكي. وقبل لا تلعب حديد كنت لاعب يعني ثاني غير لعبه الحديد تمارسها؟ ايه، انا ابتديت في الرياضه من يوم صغير يعني. لعبت جمباز، كره قدم، تنس ارضي، سباحه، العاب قوه. ابتديت في الحديد اوفيشال 2000 اللي هو 99 يعني 20 سنه من الحين. ابتديت في السعوديه مع تحت إشراف المدرب القدير، مدرب المنتخب السعودي، حكم دولي حاليا الكابتن علي مال الله. تحية للكابتن علي مال الله، تحية. مسكين ما قصر صراحة. يعني أنا ابتديت في اللعبة حال أي واحد، ما كان في بالي لا بطولات ولا كان في بالي ولا شيء. علي مال الله كان يدفعني يدزني دزلة البطولة. دخلت أول بطولة بعد ما ابتديت ب4 شهور في السعودية. بديت الحديد عقب 4 شهور سيد مباشرة دخلت بطولة، اي جبت المركز الثاني فيها على المنطقة الشرقية. منها تأهلت إلى بطولة المملكة، حققت المركز الأول في المملكة، على المملكة في الرياض كانت البطولة. وبعدها جيت البحرين سنة 2000، وتم يتابعني مسكين يعني، يتصل فيني يطمن على أكلي يعني أعطاني كل شيء عنده. يعني ضمير مثل ما يقولون. أعطاني كل شيء عنده يعني كصديق، كنت متابعني كصديق ما قصر. وجيني ياخذني من البحرين وديني السعودية ادش بطولات ورد يرجعني. ولا دز يعني، ولا شجعني ارد اشارك بطولات في البحرين سنة 2000 2001. حققت الاول 2002 الاول ناشئين، الثاني 65. 2003 كلمون المنتخب انه يكونوا وياهم في فريق الناشئين يعني، بس ما صار لظروف معينة يعني، قالوا الميزانية وشي، وصار لازم نطلع لاعبين. المهم اي انا وقفت اللعبة من 2003 الى 2005. 2005 شاركت، 2006 شاركت، 2007 رجعت وقفت الى 2009. يعني كانت البطولات متقطعة. اي 2009 رجعت اجهز لبطولة العرب في الاردن. شاركت قبلها بطولة البحرين هني، كانت قبلها باسبوعين، بطولة المرحوم اسماعيل كازروني، وحققت فيها الاول. طبعا بطولة العرب ما توفقنا. رجعت ووصلت تجهيز الى بطولة اسيا 2010، ومنها خلاص حبيت الشغل خلاص. اي يعني ما في استسلام. في بينهم يعني بينهم وايد بطولات كانت في السعودية وفي البحرين وفي الكويت. الى 2010 كانت يعني بداية للبطولات. من 2009 بداية بطولات دولية. 2010 صارت بطولة آسيا في البحرين، هي والبطولة الشاطئية في نفس الأسبوع كانوا، فحققت فيهم مركزين يعني، ذهبية فضية وبرونزية. ورجعت 2011 وقفت. يعني رديت وقفت 2011. كنت أوقف بطولات ما أوقف تمرين. تمرين بتواصل. و2013 رجعت، كانت مستر أولمبيا في البحرين، بطولة البحرين. هني كانت نخلة نوعية يعني، كل مرة كنت أرجع أنا عندي تارجت بس تصيدني ظروف أوقف. فهني قلت خلاص يعني إن أعطيت كل ما عندي للعبة، كل ما عندي. من رجعت من 2013 يعني، كانت بطولة البحرين مستر أولمبيا ما شاركت فيها، صار مشكلة في الوزن.
يعني كان المفروض ان اللي يوزن الوزن يكون مرة واحدة بطولة البحرين، ووراها بيوم بطولة مستر أولمبيا. فيوم لما خلصت بطولة البحرين رحت أسجل لأولمبيا، قالوا لي تعيد الوزن، وزني كان زايد فما شاركت. جهزت لبطولة أرنولد كلاسيك أوهايو بعدها ب3 شهور كانت، وجتني جاني الانفيتيشن متأخر، ما كان يمديني اني اطلع فيزا واروح. واصلت التجهيز الى بطولة فليكس 2014، عقبها سويت عملية ورجع بس ما وقفت يعني. التمرين ما وقفت. وصلت الى مستر اولمبيا موسكو في 2014. هني اشتغلت ويا عبد الحميد دشتي. كان يشرف عليك. اي كانت تحية لعبد الحميد دشتي، ما قصر الكابتن. يعني عبد الحميد كان مدرب وصديق كل شيء، يعني كان ما كان كمدرب، يعني كان يتابعك 24 ساعة ويعطيك الحافز على طول. كانت هني نقلة نوعية من هاي البطولة. خلاص كانت ما في وقفة، حطيت كان التارجت هني الاحتراف. وبس من عقب ما رجعت من موسكو، عقبها ب5 أيام كانت بطولة البحرين 2014، خد فيها بطل أبطال. منها وقفت فترة ورديت، يعني وقفت عن البطولة، يعني أخذت بريك شوي شي. رجعت أجهز لبطولة العالم 2015 في أسبانيا، ما توفقنا في هذه البطولة. رجعت هني شاركت بطولة العيد الوطني بعد 2015. ومن بطولة العيد الوطني 2015 2016 ما كان في مشاركات، كانت السنة كاملة كلها فترة تجهيز. كنت حق بطولة واحدة في سنة. اي قلت خلاص، يعني هني أنا لازم أنتقل من مرحلة لمرحلة ثانية، مجود على 80 على طول. فكنت لازم أنزل بمستوى جديد، وفي بالي إن أنا إذا بتم على هالمستوى ما بحترف. الاحتراف، جت فكرة الاحتراف من أي سنة؟ يعني متى حطيت من خلاص حطيت في بالك إن أنا لازم أحترف؟ أنا من 2009. من 2009 من 2009 بس لأني وقفت 2011 صارت ظروف شوي. اي فلما رجعت 2014 خلاص 2013 2014 هني كان لازم، يعني تحطيت الموضوع في راسي انه لازم يصير. طبعا انت عشان تحترف لازم تغير لايف ستايل مالك كامل، فكل شيء تغير. نظام الوجبات تغير، التمرين، طريقة التمرين. الموضوع ما كان سهل يعني كامل، يعني من هاول لمحترف هاي حياة ثانية. هاي حياة ثانية. الالتزامات تصير. الموضوع مو في التمرين، مو في ساعة التمرين، الموضوع في 23 ساعة الباقي من اليوم. شلون ايش بتسوي فيها؟ التزامك في الوجبات ونومك. وانا كانت عندي مشكلة وما زالت موجودة، شغل الشفتات. الشفتات اي انت لازم يكون نومك منتظم، وتمرينك منتظم، واكلك منتظم. فانا عندي مشكلة في موضوع النوم، يوم بنام الصبح، يوم الظهر، يوم العصر، يوم الليل، فترات مختلفة. في مشكلة ويا التفريغ، حاولت اني اتأقلم ويا الموضوع، فالموضوع كان متعب، يعني ما كان سهل. لما وصلنا هني للتفريغ والمشاكل، اكيد انت الحين من بديت حديد لهاي يومك ما وصلت محترف، اكيد واجهت صعوبات، واجهت من بداياتك للحين، من عمل، من ضغوطات الحياة. خبرنا شوي عن الضغوطات اللي صادتك وتأقلمت عليها يعني، وخلاص انها هي صارت عقبة وطفتها. اكيد موضوع الشغل كان اكثر سترس، اللي هو شفتات. موضوع شفتات انا ما اشتغل في مكتب، انا اشتغل اوت دور، عرفت؟ وقت اللي الجو حر، وقت اللي برد، وقت اللي مطر، ولازم تشتغل. يعني انت من وين بتجيب فلوس عشان تجهز؟ في غياب الدعم الكلي، ما في دعم ابدا. يعني الداعم الوحيد اللي ساعدني الى الوصول لهذا التارجت الاخ والصديق محمد مؤمن. ما قصي محمد صاحب كلاب وين فتنس، سوالي دعم كلي في هاي الفترة. لين ما وصلت اي يعني فترة الاحتراف.
اي من السبلمنت وتكاليف السفر والتسجيل والبطولة وكل شيء. تمام كابتن. يعني الدعم ما حصلت الكافي، إلا حصلت دعم يعني من شخص معين، بس الدعم الكافي لمسيرتك الرياضيه ما حصلته. يعني الدعم كان في فترة معينة مثل ما قلت لك من محمد، بس طول المسيرة كانت مجهود شخصي يعني. لان واحد مثلا عنده كذي ما بيدعم طول السنه مثلا. اكيد يعني اللي سواه محمد ما حد سواه في هالفترة، بس يعتبر بعد مجهود شخصي منه هو. عرفت؟ طبعا احنا كلنا نرفع اسم المملكه فوق في اكيد المحافل الدوليه والعالميه، الكل يبغى يرفع اسم ديرته فوق. اكيد. انزين تمام كابتن. الحين في الاعوام الاخيره كابتن شفنا من ايدك ابطال يعني. الحمد لله. بس مدرب، لا طلعت مدرب ولاعب يعني. صح. مو بس لاعب، طلعت بعد ان عندك الحين لاعبين يطلعون نشوف يعني كل واحد يقول الزود عندي. صح. ان هاي ان انت حاط في فكره ان تسوي فريق او انه بس بيرسونال تريننج تدريب شخص حق البطولات. لا ما كانت فكرة اني اسوي فريق. يعني اللاعبين يعني في شباب جوني اساعدهم على على التجهيز للبطولات. في ناس ابتديت اياهم من الصفر، طلعوا الحمد لله، وصلوا منتخب، وصلوا لبطولات عالمية. وفي ناس كانوا يجون لفترة الفينش مثل ما قلت. ايه وهم كلهم اصدقاء اكثر من كونهم كفريق يعني. يعني كابتن انت حاط في بالك انه مره تسوي فريق او انه بس؟ لا مو حاط في بالي يعني اسوي فريق. مو حاط في بالي اسوي فريق. يعطيك العافيه كابتن. زين كابتن، شوي نتوجه لاساليب التمارين شوي. اوكي. الاوف سيزون والاون سيزون، في اكيد تختلف الاساليب او انه نفس الشيء يصير. يعني الحين واحد في الاوف سيزون انا وقت الضخامه، اساليب التمارين عندي شلون تصير؟ اكيد تختلف. يعني انت في الاوف سيزون برنامجك الغذائي وتمرينك يعني بتحتاج سعرات حرارية عالية، تقريبا 5000 وفوق. اوكي. تحتاج تحط عضل، فانت عشان تحط عضل بتحط وياه نسبة دهون خفيفة طبعا، وبكون عندك ماي، بكون عندك واتر تنشن. عشان تنشف تجهز للبطولة بتنزل نسبة الدهون ونسبة الماي تحت المعدل الطبيعي. ما بتخسر عضل. اي انت اكيد المفروض انك ما تخسر عضل اذا كان برنامجك صحيح. انت عشان تنزلها عن المعدل الطبيعي قاعد تدش في مرحلة خطر مؤقت، لازم تعرف شلون تتصرف وياه. لا يصير عندك دروب في الاملاح مفاجئ، لا تنزل عندك نسبة الماء لمدة طويلة. في اغلاط احنا كنا نسويها قبل، مثلا ان احنا نقطع املاح ونقطع الماء عشان ننشف. هذه كانت اغلاط نسويها. اي غلط انك تقطع الاملاح يحتاجها الجسم حتى تكوين العضل وصلابة العضلة، نشافتها واليافها، لازم تحصل نسبة معينة من الاملاح فيها. فترة الاون سيزن اللي يسمونه الشباب الدايت، يعني هو كله دايت ترى، والدايت برنامج غذائي انت تمشي عليه. اوكي. هني ننزل السعرات الحرارية بحيث ان احنا ما نخسر عضل، فلازم تكون كمية البروتين مرتفعة. انا قاعد اتحكى ببساطة الحين، يعني ما اروح عن ديتيلز عميق عشان المتابعين شوي يعرفون اللي قاعد يصير. اوكي. بعدين في طبعا اخر اسبوع اهم اسبوع، شلون تسوي فيه واتر لودينج والصوديوم لودينج، متى توقف الصوديوم، متى تقطع الماء، فترة بسيطة طبعا قطعة الماء. وطبعا يختلف. اهم اسبوع اكيد اخر اسبوع اهم اسبوع، وتختلف طبعا من جسم للثاني. في جسم يحتاج انه يوقف الماء كم ساعة بس، مو مدة طويلة. في ناس لا ما تحتاج انها تقطعهم الماء. وفي نسبة التمارين كابتن، تمارين احيانا في كثافة التمرين. كثافة التمرين سوبر ست، انا وقت التنشيف لازم سوبر ست. لا هو مو لازم سوبر ست، يعني ما له علاقة. كثافة التمرين تختلف. انت يقول لك انا في التنشيف لازم انه خلاص انا كله سوبر، ما عندي اوزان، ما عنديش، خلاص انا كله سوبر واوزان خفيفة. لا ما له علاقة انه يكون سوبر ست او كل تمرين بروحه. انت طريقة التمرين تختلف من حيث كثافة التمرين، الراحة بين الجلسات، الاوزان
تكرارات تختلف من الاوف سيزون للاون سيزون. يعني انت في الاوف سيزون تقدر تريح بين الجلسه والثانيه شوي، تقدر تروح بعد تقدر تروح اوزان ثقيله. عرفت؟ فترة التنشيف تحاسب شوي الإصابات ما تصيدك، لأنك بتنزل في السعرات الحرارية، عرفت؟ طاقتك بتقل شوي، فتحتاج إن بتنزل أوزانك شوي، بتعتمد على التكرارات في هالفترة. نرجع نقول بشكل مبسط، يعني ان ديتيلز الموضوع يختلف يعني. اي تمام كابتن. انا الحين مثلا ام بدخل البطوله، فلازم في خطط. يعني اول شيء شنو؟ لازم اشوف لي مدرب. في ناس يقول لك لا انا عاد روحي بروحي، انما اوكي ما احتاج مدرب. انا زين العالم الحين بتشوف لازم في اغلاط، في واحد لازم تشوفه كتابه صح، يقول لك لا انا عارف كل شيء، عارف وش اسوي، اضبط كورسي اضبطه كله ده وخلاص السلام عليكم. اي ايش عليك على الكلام كابتن اللي يسوون البعض؟ اغلب بعض الشباب يعني نسبه قليله. بعد هذه تشوف يعني هاي اغلاط احنا سويناها في البدايه، احنا ما سويناها من نفسنا، ما كان في وعي مثل اللي قاعد يصير الحين ما شاء الله في اخصائيين تغذيه في السوشيال ميديا، مدربين اونلاين. كان الموضوع صعب في البدايه، يعني في بدايه الألفين، نهايه التسعينات، 2005 التواصل كان ضعيف. هذا الموضوع اللي اخذ منا احنا وقت طويل على ما نوصل الى اللي وصلنا اليه الحين. بينما تشوف اللاعبين مثلا برا يبتدي اللاعب لما يبتدي تحت اشراف مدرب فاهم، فانت تبتدي على برنامج صحيح من البدايه، عارف شنو تاكل، عارف شلون تتمرن، عارف مكملاتك اللي بتحتاجها، هرموناتك اللي بتستعملها، تختصر على روحك المده. فموضوع ان اللاعب يعتمد على نفسه يقول انا بسوي كل شيء بروحي، انت قاعد تضيع وقت، باختصار تضيع وقت. ما في خطه واحده رسميه. اي باختصار تضيع وقت. انت لازم تكون تحت اشراف واحد فاهم، تحط لك تارجت. اذا ما تحط لك تارجت ما بتعرف وين توصل. لازم تكون حاط هدف، الهدف اللي تحطه يعني يتطلب عليه واجد اشياء تسويها، برنامجك الغذائي، السبلمنت مالك، ستيرويدك، راحتك، متى تريح، متى بتاخذ بريك بين الكورس والثاني. هذه كلها لازم تكون تحت اشراف واحد مختص وفاهم انت ايش قاعد تسوي. اذا بتتعلم على روحك بتطول، بتحط روحك في خطر، تحت تجارب وشوي اكيد بتسوي روحك فار تجارب يعني. انزين تمام كابتن. الحين كابتن شوي بنتواجه، خلصنا من التمارين بنتوجه شوي للسبلمنت. اوكي. السبلمنت بعد الحين في اكيد اختلاف، مثل الاوف سيزون سبلمنت غير اكيد والاون سيزون صح طبعا. ايه ممكن شوي تكلمنا اول شيء نتكلم عن الاوف سيزون المكملات. الاوف سيزون او مثل ما نسميها احنا فتره الضخامه. المكملات اللي بتستعملها في هالفتره مكملات تعتمد على سعرات حراريه عاليه، او تقدر تقول تتكون من سعرات حراريه عاليه. اوكي. بتكون تحتاج فيها نسبه دهون بحد المعقول، ما بنقول مرتفعه. اوكي. سكريات، تحتاج السكر، مو 100% انت بتقطع السكر، بس شنو نوع السكر اللي تاخذه. في سكريات طبيعيه ودهون طبيعيه طبعا. تحتاج تحبس ماي في العضله. انت في فتره الاوف تحتاج نسبه من السوائل تكون مخزنه في جسمك الى عمليه البناء. بدون الماي اساس كل شيء. ونسبه الماء الطبيعيه في الجسم من 70 ل 75%. هاي اللي تحتاجها تكون موجودة فترة الأوف سيزن عشان تبني ألياف عضلية. بس فترة النشافة أو في الأون سيزن. طبعا خلينا نقول كابتن. أوكي. ما دام احنا وصلنا في الضخامة. أوكي. ممكن شوي المنتجات عندك نشرح شوي دقيق شوي الشرح. أوكي. دقيق. عندك اللي هو أول شيء كنا هو شنو؟ عندنا الماسكور. شوي. عندنا الماسكور. نتكلم شوي كان خطوة نمشي. هذا منتج يعتبر يعني من أقوى منتجات الضخامة، على أنواع البروتين المختلفة فيه، السعرات الحرارية العالية، في نسبة دهون بسيطة، في سكريات نسبة بسيطة. عندك في السيرفينج تقريبا 168 جرام 168 كالوري يعني هذا تحتاج له فترة الضخامة. عرفت؟ أي. زين.
انه سوري 753 كالوري سعرة حرارية في السيرفينج الواحد. 168 جرام كارب. انت تحتاج ترفع الكربوهيدرات في فترة الضخامة. هنا احنا نسبة البروتين ونسبة الكربوهيدرات مثل ما قلت لك اهم مكونات العضلة. طبعا غير الفيتامينات والمعادن اللي تحتاجها، مغنيسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، بي 6، البي 12، الفيتامين سي. انه ممكن تحدثنا بعد عندك اللي هو اغراض حق الضخامه السلبيه؟ اكيد عندنا الانترا امينو. شرح شوي من الانترا امينو من المكملات اللي تحتاجها في الفترتين، في الاوف سيزون. في الاوف سيزون والاون سيزون. عندك في الاحماض الامينيه، اوكي، ما ادري اذا تشوفونه واضح او لا. البي سي اي الجلوتامين، وفي سترولين ماليت يعطيك شوي يخليك فريش في التمرين، وفي المعادن المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، اشياء اساسيه انت بتخسرها في التمرين واحيانا نغيب عن اللاعبين. هاي انه يعوض المعادن. يعني في لاعبين مروا علي أن تصيرهم مشاكل تقلصات او مشاكل تقلصات في تشنجات. في لاعبين ما قاعد يصير عندهم، ما قاعدين يحطون حجم، يعني يرفع الكارب يرفع البروتين وياخذ ستيرويد تشوف برنامجه ما في اي شيء ناقص، بس عنده مشكله في المعادن. المعادن من الاشياء الاساسيه. المعادن من الاشياء الاساسيه اي. والفيتامينات طبعا في البي 6 والبي 12 والفيتامين سي. من الاشياء الحين هاي اكو بارزه انه فتره ضخامه اكو بتاخذ. هذه كلها محطوطه عندك في منتج واحد. المنتج واحد اللي هو محطوط طبعا المنتج مطور محليا، يعني المنتج مطور بتركيبه مطلوبه من شباب ربعنا في الكويت. وتقدر تستخدمه اللي هو في الاوف سيزون. تقدر تستخدمه في الاون سيزون والاوف سيزون. تمام. زين الحين كابتن نرجع شوي الى سالفه شوي الاوف سيزون. اوكي. فتره التنشيف. الحين شنو اللي بتحتاج من اللي هو سبلمنت مثلا؟ تحتاج بعد سبلمنت اللي هو حق الاون سيزون. في الحين هاي الاوف سيزون بعد في يعني في الاون اوكي. في الاون سيزون انت بتروح البروتين المصفى اكثر من المذكور. حلو. مثل الايزوليت او الهيدرو. الايزوليت مصفى اكثر من الواي، الهيدرو مصفى اكثر من الايزوليت. كل ما كان البروتين مصفى اكثر امتصاصه اسرع صار. طبعا عندنا الكربوهيدرات تحتاجها طول السنه مثل ما قلت لك، بس بتحتاج بعد انواع صافيه مفلتره اكثر. اوكي. حق الريكفري ممكن بس نشوف هنا اللي هو عندك سبلمنت اللي هو حق الاوف سيزون الاون سيزون. طبعا الفيتاريد من المنتجات اللي تحتاجها في الاون سيزون والاوف سيزون. تقدر تستعمله الى في اعداد البطوله الى وقت البطوله على حسب طبعا المدرب. ما اقول لك يعني اي لاعب يجي ياخذه وبعدين يدش البطوله ويطلع بنتيجه محلوه، على حسب برنامج المدرب اللي يحطه لك وتستعمله. شنو وظيفتك يعني؟ الكربوهيدرات. كارب سمبل كارب سريع الامتصاص. انت لما تاكل وجبه بعد التمرين، الوجبه بتاخذ لها تقريبا 3 إلى 4 ساعات على ما يمتصها الجسم. ما بصير عندك مجال، في ناس تمرينهم متاخر مثلا ما بصير عندك مجال تاخذ لك وجبتين 3 بعد التمرين حق ريكفري. انت هنا عندك كربوهيدرات سريعه الامتصاص تاخذها ويا الايز بروتين. طبعا ما تاخذ الكارب بروحه والبروتين بروحه، اثنينهم يكملون بعض. راح يكون عندك امتصاص سريع في العضله من 30 الى 40 دقيقه. يكون عندك مجال انك بعد ساعه تاكل وجبه ثانيه. ان هذا بين هالفتره اللي مو تفضل يعني انت شو اللي يصير عندك بعد التمرين؟ انت تدش في مرحله هدم. الهدم كل ما طولت تخسر عضل. انت فتره التمرين تهدم وبعد التمرين بتدش في مرحله هدم خلاص، لين ما تاكل وتبدي مرحله الريكفري. مثل ما قلت لك انا ساعه التمرين هذه ما توصلك الى نتيجه. الموضوع في 23 ساعه اللي بعد التمرين. شنو تاكل فيها؟ شو تسوي فيها؟ السبلمنت ماله اكيد لازم يكون اكلك كامل، يعني من غذاء ومكملات غذائيه. لا هو في ناس يقول لك لا مثلا المكملات هاي تضار للكبد. لا، موضوع انها تضر، هي ما بتضرك. المكملات مفحوصه
من منظمات غذائيه عالميه، الجي ام بي والاف دي اي وغيرها. وما بيدش البحرين الا مفحوص من وزاره الصحه. كل شيء هني مار على وزاره الصحه، مشيك 100%. مكملات مفحوصه اكثر من الاكل الفريش برا. الفريش فود مستعملين فيه هرمونات، انت تعرف انت مثل الدجاج واللحم وغيره، انت ما تدري اساسا مضروب ابر شلون الهرمونات. اي مضروب ابر. شوف، كل شيء في الحياه صار عندنا كيميكال. حتى الحين وانت بكرامه الغنم والبقر اللي يرعى برا من الحشيش مسمد، السماد كيميائي. عرفت؟ الدجاج اللي قاعد يجينا يعني حجم الدجاجه ساعات اذا شفت فيديوهات واجد ان الدجاج مضروب هرمون بعضه. اوكي، هذا ما ينفحص يعني، ما تعرف شنو الكيميكال اللي فيه. بس بالنسبه للسبلمنت، السبلمنت مفحوص عليه تشديد اكثر. عليه تشديد اكثر. فموضوع الخطوره مو في السبلمنت نفسه، هي في طريقه الاستعمال. زي واحد يشرب لك مال باور مكتوب في طريقة يكتب يشرب لك 3 سكوبات، سكوبين وشيء بالضبط. يقول لك انا اكو ضغط بريشر عندي. بالضبط، في طريقة استعمال يعني من خصوصا اللي يسبب الضغط. بعد هذا الاشياء ما تسبب الضغط، عشان شو المتابعين لا يصيرون كونفيوز. هذه ما شيء تسبب الضغط يعني، حتى الاستعمال الزايد بالنسبة لو اخذت بروتين زيادة ولا كربوهيدرات زيادة انت ما عندك مشكلة في الموضوع. المشكلة شوي في منتجات الطاقة، لا تطلع الاستعمال ريكومندد على العلبة او للمدرب يعلمك اياه. لا تطلع عن جرعة زايدة، لا تاخذ جرعات زايدة منه. تمام كابتن. انزين كابتن، الحين نوصل لنهاية اللقاء ان شاء الله. عندك رسالة توجهها الى الرياضة البحرينية؟ يعني عندنا نبغى رسالة عامة بشكل عام. ان اقتراح عندك اي شيء يعني، عندك اقتراح او اي شيء تقدر تقوله محترفنا؟ كل الرياضيين في البحرين يتعبون ليل ونهار ويقدمون تضحيات لرفع اسم المملكة. صح. هذا التعب والتضحيات اللي قاعدين يسوون الرياضيين طبعا مجهود شخصي منهم 100%. كل اللي يحتاجونه دعم مادي يحتاجون يعني. احنا بنتكلم عن الرياضات بشكل عام الحين بغض النظر عن رياضة كمال الأجسام. الدعم المادي الكل يحتاجه، الدعم المعنوي الكل يحتاجه. اوكي، اللي هو الدعم المعنوي والدعم المادي، هذا اللي تحتاجه الرياضة احنا عندنا بشكل عام. يعني احنا باختصار احنا عندنا هنا اجسام، عندنا جينات وصلت للعالمية. عندنا ابطال عالم في البحرين في كل الرياضات. وينهم؟ في احد يدري عنهم؟ نسبة بسيطة اللي ترى طلعوا روحهم بروحهم. يعني بعد لازم تتعب عشان توصل. انا اقول لك يعني موضوع تضحيات مو شيء سهل يعني. انت مو سالفه رياضه انت قاعد تمارسها كل يوم وترجع البيت ترتاح وتنام وتروح شغلك بهالطريقه ما بتوصل الى شيء. احنا قاعدين نقدم شيء على حساب شيء. احنا قاعدين نقصر على روحنا، على اهلنا، على اصدقائنا، عشان توصل الى نتيجه انت قاعد تتعب عشانها. يعني الدعم مو كافي. ان شاء الله الدعم مو كافي. جديدة احنا بالنسبه لنا احنا مو الدعم مو كافي، الدعم مو موجود. ان شاء الله الحين في الاتحاد الحين صار في تغيير هالسنتين، ونشوف انه شوي قاعدين يدعمون. ان شاء الله يعني رساله توصل. والمحترفين اول شيء يعني قبل الهواة المحترفين يحصلون الدعم الكافي. بالنسبه لموضوع الاحتراف يعني يمكن كان في دعم بسيط لا يذكر إلا موضوع الهواء، بس بعد الاحتراف اختفى الدعم نهائيا. احنا ترى كلنا في البحرين في كمال أجسام كلنا 4 محترفين. انت واحمد 4 أو 5 بعد عشان لا نظلم احد. واحمد عبد النبي وسيد حميد بطل سيد حميد وسامي الحداد. نعم. في محترفين فيزيك محمد مغربي واحمد الاحمد. اي يعني 6 محترفين تحت مظلة اتحاد كمال الاجسام. الحين الكل يبغى يصير محترف.
ما في احد ما لاعب الحين ما في احد ما يبغى يصير محترف، ما في احد ما يبغى يوصل للاحتراف يعني. كل طموح واحد يصير بالاحتراف. اكيد بس الاحتراف ما بيجيك تضحيات. أكيد. بس والتضحيات لازم تضحي، بس في التضحيات لازم تحصل الدعم الكافي اكيد عشان تقدر تواصل. اكيد. الحين كابتن انت من احترفت سنه 2017 شهر 3. شهر 3 الين الحين، ان اخر بطوله كانت الاحتراف، في نفس الوقت شاركت ويا المحترفين ايه حصلت على المركز الخامس. ايه. ان من ذاك اليوم من 2017 للحين ليش وقفت؟ او ان هل تبغى تطور زياده او شنو، او في عندك بلان معين هالسنه لازم اشارك، او ضغوطات شنو يعني شوي؟ في بلان ان شاء الله السنه ان شاء الله بتشوفوا المشاركات، بس بعد في عندي اشياء ثانيه، في عندي اولويات قاعد اسويها يعني قصرت فيها انا في الفتره اللي راحت. يعني مثل ما تشوف ابتديت المشروع هذا يحتاج وقت، يحتاج تفرغ، عندي دوامي شفتات يعني، فما في تفريغ وما في وقت وما في دعم. فما تقدر ان اكثر من شيء ما اقدر اضغط على روحي. مثل ما قلت لك يعني انا اعطيت كل ما عندي لهاللعبه في 20 سنه، ما كانت فتره سهله. ان شاء الله كابتن عرفت. تعرف ما في تارجت عندي ان شاء الله السنه بنوصل له، بس بنشوف الحين، موعودين بالدعم وننتظر الدعم ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ترفعون اسم المملكه فوق في المحافل الدوليه والعالميه ان شاء الله. ان شاء الله. تشرفنا فيك حبيبي. المحترف بطلنا، اهم شيء المحترف شباب. المحترف ابراهيم القلاف، ان شاء الله كانت مقابله خفيفه لطيفه، وان شاء الله احنا نضبطكم نسوي لكم الحين باكج حق سبلمنت، وان شاء الله احنا نصور لكم النتائج. ان شاء الله. السلام عليكم. حياكم الله.